اهلا بيكم في كرسي الهوانم. اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله انا هعمل شال المستطيل اللي في اول الفيديو. اتمنى يا رب ان هو يعجبكم. انا هستخدم هيمالايا ايفردي وهستخدم معاه ابره مقاس 4. الشال مش بياخد خيط كتير، يعني لو احنا عملنا شال متر ونص في 45 سنتي هيكلفك حوالي 4 بكرات خيط. 4 بكرات سوري خيط. البكرة 100 جرام، ولو حابة تزودي بتزودي خيط، هتقللي خيط. هقول بسم الله وهبدأ. عقدة البداية. الشال ده انا هعمله بمضاعفات العدد 12 وبزود عليه 4 سلسلة، يعني زي ما انتوا حابين. 1 2 3 4 5 6 7. انا خلصت السلسلة بتاعتي بشكل مصغر. انتوا بتعملوا الشال ده بالطول او سوري بالعرض الاطول. يعني مثلا لو احنا نعمله متر او متر ونص بنبتدي السلسلة بالطول ده كله بالعرض، بعد كده نبتدي نرتفع. بعدين السطر الجاي هلف الخيط على الابره وهسيب واحد. بعد ما عملت الاربع سلسله هسيب 1 2 3، وفي الغرزه الرابعه هدخل بالابره عمود بلفه 3 لفات على الابره، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض في نفس الغرزه. هدخل تاني اول لفتين، تاني لفتين، وارجع اشتغل 3 سلسله. هلف الخيط على الابره وهعد بعد الغرزه اللي اشتغلت فيها، اعد 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة هدخل واشتغل عمود بلفة 1، 3 لفات، الف واطلع من كل لفتين مع بعض، وارجع تاني 3 سلسلة. هرجع اعد 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة هدخل بالابرة واشتغل 5 عواميد بلفة في نفس الغرزة. 1 2 3 4. وادي العمود الخامس، وارجع تاني اشتغل 3 سلسلة. الف الخيط على الابرة وارجع اشتغل 1 2 3 4 5. وفي الغرزة السادسة هدخل بالابرة واشتغل عمود بلفة، الف واطلع من اول لفتين، وارجع الف واطلع من تاني لفتين، وارجع تاني 3 سلسلة. الف الخيط على الابرة واسيب 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة ادخل واشتغل 5 عواميد في نفس الغرزة. 1 2 3 4 5. وارجع تاني اشتغل 3 سلسلة، وارجع تاني اسيب 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة هدخل بالابرة واشتغل عمود 1 بلف، وافضل بقى اكرر نفس الشكل كده لحد ما اوصل لاخر السطر. هنا انا وصلت لاخر السطر زي ما انتوا شايفين كده. باجي بعد ما بشتغل عمود بلف الخيط على الابرة، وزي ما بدأت اول السطر هعد 1 2 3 4 5. في الغرزة الاخيرة هدخل وهشتغل 5 عواميد بلف. 1 2 3 4 5. بالنسبة بقى سوري 3 بس، 3 زي ما بدأت اول السطر. بعد كده السطر الجاي هشتغل 8 سلسلة، 3 4 5 6 7 8. هلف الشغل كده انا اشتغلت 8 سلسلة. بعد كده هاجي في الغرزة السادسة من الابرة، يعني اعد كده 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة هدخل اسحب الغرزة واطلع مرة واحدة منزلقة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، وهاجي عندي اول بصوا
بعد كده هلف الخيط على الابرة وهاجي في اول عمود هشتغل عمود، والعمود التاني هشتغل عمود، والعمود اللي بعده هشتغل 2 عمود في نفس الغرزة. ادي العمود الاول في نفس الغرزة، ارجع اشتغل تاني عمود. بعد كده 2 سلسلة، وهاجي هسيب الفراغ اللي احنا كنا عاملينه. بعد كده في العمود هشتغل عمود، بعد كده 2 سلسلة، وهاجي دول 5 عواميد. هاجي في اول عمود هشتغل 2 عمود في نفس الغرزة، 1 2. بعد كده فوق كل عمود من ال3 عواميد عمود، 1 2 3. بعد كده فوق اخر عمود هشتغل عمودين، 1 2. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ارجع تاني 2 سلسلة، واجي فوق العمود اشتغل عمود، وارجع تاني 2 سلسلة، وارجع هنا تاني فوق اول عمود اشتغل عمودين، بعد كده فوق ال3 عواميد اللي بعديهم فوق كل عمود عمود، وفوق اخر عمود عمودين. بعد كده 2 سلسلة، وارجع بقى اكرر فوق العمود عمود، وارجع اكمل بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر عندي. هنا وصلت لاخر السطر. هاجي بقى كده هشتغل برضو عمود فوق العمود اللي قبل الاخير، قبل المجموعة الاخيرة، 2 سلسلة، وزي بالظبط ما بدأت في اول السطر هنهي ب2 عمود في اول عمود، 2 عمود في نفس الغرزة، بعد كده عمود، بعد كده في الغرزة اللي بعدها على طول عمود. السطر الجاي هشتغل 8 سلسلة، 3 4 5 6 7 8. هلف الشغل واجي كده عد 1 2 3 4 5 6، ادخل اسحب واطلع مرة واحدة منزلقة. بعد كده هرجع اشتغل 2 سلسلة، هلف الخيط على الابرة وهاجي هشتغل في العمودين دول بس، وهسيب العمود التالت. سوري، هبتدي في اول عمود اللي هو اول عمود هشتغل عمود، وهتعرفوا الجزء ده احنا مخلينه ليه. بعد كده العمود التاني، العمود التالت، وهسيب العمود الرابع. بعد كده 3 سلسلة، وهاجي فوق اول عمود العمود اللي جاي على طول اشتغل عمود، وارجع تاني 3 سلسلة، هسيب اول عمود من المجموعة في العمود التاني عمود، هشتغل 5 عواميد، وهسيب اخر عمود عندي. بعد كده 3 سلسلة، وهاجي فوق العمود اشتغل عمود، وارجع تاني 3 سلسلة، وارجع برضو هسيب اول عمود واشتغل في ال5 عواميد اللي جنب بعض، وارجع تاني 3 سلسلة، واكرر لحد اخر السطر عندي.
هنا انا وصلت لاخر السطر، فهاجي هسيب برضو اول عمود في المجموعة، والتلات عواميد التانيين هشتغل 3 عواميد، 1 2 3. طيب في الجزء ده بقى انا قبل ما الف هبتدي اشتغل الوردة بتاعتي اللي هي هتبقى الشراشيب بتاعتي، فهشتغل 2 سلسلة. هنا وصلنا لنهاية زي ما قلت لكم، هنبتدي بقى نشتغل في الدايرة دي. فهدخل كده اشتغل، ادي اول عمود، اطلع من اول لفتين في نفس المكان، تاني الف واطلع من اول لفتين، بعد كده اطلع منهم كلهم مرة واحدة، بعد كده 2 سلسلة في نفس المكان، هشتغل غرزة كلاستر تاني، الف واطلع من اول لفتين، وارجع اخش واطلع من اول لفتين، بعد كده اطلع من 3 حلقات، 2 سلسلة في نفس المكان، اول حلقتين اطلع من 3 حلقات، 2 سلسلة، اول حلقتين اطلع من 3 حلقات. كده عندي كام فراغ؟ عندي 1 2 3، 2 سلسلة، ادخل تاني 1 2 واطلع 2 سلسلة، وادي العمود الاخير اللي واطلع من اول حلقة، بعد كده اطلع من حلقتين واجي في السلسلتين اللي انا في السطر اللي قبليهم على طول، ادخل في الغرزة التانية، اسحب واطلع منزلقة. يبقى عندي زي ما انتم شايفين عندي 1 2 3 4 5 فراغات. بعد كده هنبتدي نعمل ايه؟ هنلف الشغل كده، وهدخل في الفراغ اللي جنبه اللي هو دوت، واسحب منزلقة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل برضو كلاستر، الف واطلع من اول لفتين، ارجع ادخل تاني الف واطلع من اول لفتين، بعد كده اطلع من 3 حلقات، 2 سلسلة، وادخل في نفس المكان واسحب واطلع منزلقة. على طول الفراغ اللي جنبه هدخل واطلع منزلقة، 3 سلسلة، نفس المكان، الف واطلع من اول لفتين، تاني الف واطلع من تاني لفتين، واقفل 3 سلسلة، وفي نفس المكان هدخل واسحب واطلع منزلقة. الفراغ اللي بعده تاني منزلقة، 3 سلسلة، نفس المكان، الف واطلع من اول حلقتين، اطلع من 3 حلقات، 3 سلسلة، نفس المكان، ادخل واطلع منزلقة. الفراغ اللي جنبه نفس الكلام، 3 سلسلة، اول لفتين الف واطلع منهم كلهم، 3 سلسلة، نفس المكان، ادخل واطلع منزلقة. الفراغ اللي بعده نفس الكلام اهو، لحد ما اخلص ال5 فراغات اللي عندي كلهم. اول حلقتين، تاني حلقتين، اطلع 3 سلسلة، وفي نفس المكان غرزة منزلقة، وهتلاقوا الوردة عندي بالشكل ده. بعد كده هدخل جنب الكلاستر كده، اسحب منزلقة وادخل في اول عمود من السطر، هكمل بقى السطر بتاعي، ادي منزلقة 3 سلسلة، وهاجي في العمود التاني هشتغل عمود، مش هشتغل في العمود التالت، بعد كده هشتغل 4 سلسلة، واجي فوق العمود اشتغل عمود، وارجع تاني 4 سلسلة، وهاجي هنا هسيب اول عمود واخر عمود، فهشتغل في ال3 عواميد اللي في النص، 1 2 3، وارجع تاني 4 سلسلة، واجي فوق العمود اشتغل عمود، وارجع تاني 4 سلسلة،
واجي اسيب اول عمود واخر عمود واشتغل في التلاتة اللي في النص، وارجع تاني 4 سلسلة، وارجع اشتغل فوق العمود عمود، واكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل لنهاية السطر بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. كمل لحد اخر السطر. انا وصلت لاخر السطر، هاجي عندي دول 4 عواميد، هسيب اول 3 عواميد، هسيب اول عمود وادخل في التاني عمودين واشتغل عمودين. بعد كده نفس ما عملت في الوردة اللي فاتت هبتدي اشتغل في الوردة دي عندي في قلب الدايرة. على طول هلف الخيط على الابرة وهدخل في قلب الدايرة اشتغل 2 عمود كلاستر. بعد كده اشتغل 2 سلسلة، واجي تاني في نفس المكان الف واطلع من اول لفتين، تاني لفتين واطلع من الثلاث حلقات، 2 سلسلة نفس المكان، 1 2 و2 سلسلة ونفس المكان، 1 2 واطلع من كله و2 سلسلة نفس المكان، 1 2 واطلع من كله. كده عندي فراغ 2 3 4، اخر فراغ 2 سلسلة وفي نفس المكان، 1 2 واطلع من كله، 1 2 3 4 5. بعد كده سوري، تاني عمود ده اخر عمود. بعد كده هاجي في العمودين دول وهاجي في الغرزة التانية ادخل اسحب واطلع منزلقة، هلف الشغل على طول في الفراغ، هدخل واطلع منزلقة 3 سلسلة نفس المكان، اول لفتين 3 لفات على الابرة الف واطلع منهم كلهم 3 سلسلة وفي نفس المكان منزلقة، اطلع مرة واحدة. بعد كده في الفراغ اللي بعده منزلقة 3 سلسلة، ادي الكلاستر الاول 1 ودي 2 واطلع 3 سلسلة وفي نفس المكان منزلقة، على طول الفراغ اللي جنبه منزلقة 3 سلسلة، 1 ادي 2 واطلع 3 سلسلة في نفس المكان منزلقة، الفراغ اللي بعده نفس الكلام منزلقة 3 سلسلة، دي 1 2 واطلع 3 سلسلة نفس المكان اطلع منزلقة، على طول الفراغ الاخير منزلقة 3 سلسلة، ودي 1 ادي 2 واقفل 3 سلسلة نفس المكان منزلقة. وعلى طول بقى بعد ما خلصت الوردة الناحية التانية هرجع اشتغل الشيل بتاعي كده. هاجي في اول عمود هدخل اسحب واطلع مرة واحدة منزلقة وارتفع 3 سلسلة ارتفاع اول عمود، بعد كده 3 سلسلة الفراغ، هلف الخيط على الابرة وهاجي في العمود اللي بعده هبتدي اسس نفس المجموعة دي، فهشتغل 5 عواميد بلفة في نفس الغرزة، 1 2 3 4 5، وارجع تاني 3 سلسلة، واجي هسيب العمود الاول وفي العمود التاني هشتغل عمود واسيب العمود اللي بعده وارجع 3 سلسلة، واجي هنا
اشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5 وارجع تاني 3 سلسلة، واجي اسيب اول عمود وفي العمود التاني احط عمود وارجع تاني 3 سلسلة، واكمل بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين كده لحد اخر السطر عندي. هنا وصلت لاخر السطر، هاجي ادي العمود الاول فوق العمود التاني في الغرزة التالتة هشتغل عمود. بعد كده السطر الجاي هبتدي اسس للوردة بتاعتي، فهشتغل 8 سلسلة، 4 5 6 7 8. هلف الشغل واجي في الغرزة الثابتة 1 2 3 4 5 6، ادخل اسحب واطلع مرة واحدة منزلقة، 2 سلسلة، هلف الخيط على الابرة وهاجي فوق العمود اشتغل عمود. بعد كده اشتغل 2 سلسلة وهاجي فوق اول عمود هشتغل عمودين، بعد كده فوق كل عمود عمود، فوق اخر عمود هشتغل عمودين، وارجع 2 سلسلة وارجع فوق العمود اشتغل عمود، وارجع تاني 2 سلسلة وارجع اشتغل فوق اول عمود عمودين، بعد كده فوق كل عمود عمود واحد، بعد اخر عمود هشتغله عمودين، وارجع تاني 2 سلسلة وارجع اكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل لاخر السطر. هنا انا وصلت لاخر السطر، بعد ال2 سلسلة هلف الخيط على الابرة وهيجي 1 2 في الغرزة التالتة، هدخل واشتغل عمود بلف، وهنا هبتدي اسس للوردة بتاعتي، فهشتغل 8 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8. هلف الشغل وهيجي برضو 1 2 3 4 5 في الغرزة الستة، هدخل اسحب واطلع منزلقة، 2 سلسلة، وعلى طول فوق اول عمود هشتغل عمود، وارجع تاني 3 سلسلة واسيب اول عمود وفي العمود التاني هدخل اشتغل عمود، تاني عمود، 3 4 5 وارجع تاني 3 سلسلة واشتغل فوق العمود عمود، وارجع اكرر 3 سلسلة وارجع اسيب اول واخر عمود واشتغل ال5 عواميد، وارجع اكرر 3 سلسلة واكمل بقى بنفس طريقة كده لحد ما اوصل لاخر السطر عندي. هنا وصلت لاخر السطر عندي، فهاجي بعد ما اشتغلت 3 سلسلة الف الخيط على الابرة وفوق العمود هشتغل العمود، ومن هنا هبتدي اشتغل الوردة بتاعتي، هلف الخيط على الابرة وهدخل
اشتغل 2 عمود والف واطلع من 3 حلقات وارجع اشتغل 2 سلسلة وارجع تاني 2 عمود مع بعض، بلف واطلع من اول حلقتين بس واطلع من 3 مع بعض، 2 سلسلة كمان مرة، 2 سلسلة، 2 سلسلة، يبقى كده عندي 1 2 3 4 وادي الفراغ الخامس، واقفل بغرزة المنزلقة في نهاية السطر. بعد كده هلف الشغل وهدخل في الفراغ اسحب واطلع منزلقة، بعد كده هرتفع 3 سلسلة وادخل تاني الف واطلع من اول حلقتين، الف واطلع من اول حلقتين واقفل 3 سلسلة وادخل في نفس المكان واشتغل منزلقة، وعلى طول انتقل للفراغ اللي بعده واشتغل منزلقة 3 سلسلة، اول لفتين واقفل و3 سلسلة وفي نفس المكان منزلقة، الفراغ اللي بعده منزلقة 3 سلسلة نفس المكان، 3 سلسلة على الفراغ اللي بعده على طول، 3 سلسلة، منزلقة، وادي الفراغ الاخير، 3 سلسلة وادي منزلقة، وعلى طول هدخل في العمود اسحب واطلع وارتفع 3 سلسلة ارتفاع العمود بتاعي زي ما انتوا شايفين الشال كده. هرجع بقى اكمل الشغل بتاعي 3 سلسلة ارتفاع العمود، بعد كده 4 سلسلة الفراغ، هلف الخيط على الابرة وهسيب اول واخر عمود اشتغل بس فوق ال3 عواميد، 1 2 3 وارجع تاني اشتغل 4 سلسلة وفوق العمود اشتغل عمود، 4 سلسلة واجي برضو اسيب اول واخر عمود واشتغل في ال3 عواميد، 4 سلسلة، وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد لما بوصل لاخر السطر. انا وصلت لاخر السطر وبرجع تاني اشتغل في الوردة زي ما اشتغلت في ال3 وردات اللي قبل كده. هخلص الوردة ونشوف السطر الجاي هنعمله ازاي. هنا خلصت السطر بتاعي، خلصت الوردة، وبعد ما اشتغلت غرزة المنزلقة هرتفع 3 سلسلة العمود وفي نفس الغرزة هشتغل 2 عمود تاني وارجع اشتغل 3 سلسلة، هلف الخيط على الابرة هسيب اول عمود، العمود اللي في النص هشتغل عمود وارجع تاني 3 سلسلة وارجع فوق العمود اللي بعده هشتغل 5 عواميد،
وارجع تاني 3 سلسلة، واسيب اول عمود واخر عمود وفي النص اشتغل عمود، 3 سلسلة، واجي في العمود اللي بعده واشتغل 3 عواميد، واكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد لما اوصل لاخر السطر عندي. سوري، دول مش 3، دول 5. واكمل بقى بنفس الطريقة. انا وصلت لاخر السطر، فباجي برضو في الغرزة الثالثة 1 2 3 اشتغل فيها 3 عواميد، وبكده هبتدي بقى اكرر وهنا هبتدي اكرر من اول السطر التاني لحد التاسع، هبتدي اكرر من اول هنا، يعني ده السطر الاولاني، هبتدي اكرر من اول السطر التاني وابتدي شغالة شغالة لحد ما توصلوا للعرض اللي انتوا عايزينه زي ما انتوا حابين، او للطول اللي انتوا عايزينه. زي ما اتفقنا احنا الجزء ده اللي هو الجزء الطويل، عشان في ناس بتختلط عليها العرض من الطول، يعني الجزء ده هو الجزء الطويل في الشال، والجزء ده هو الجزء القصير. انا عاملاه بس بشكل مصغر عشان اوريكم الفكرة بتاعته. هنبتدي نشتغل كذا دور كمان ونشوف بقى شكله بيبقى عامل ازاي، لان الشال بيبقى كده، بيبقى نازل كده، ده الجزء الصغير وده الجزء الطويل. هنا كده بعد ما اشتغلت كذا سطر من الغرزة زي ما انتم شايفين، بيبقى عندي الكنار بتاع الغرزة على شكل وردة، وبيبقى الشال بالشكل ده، والناحية التانية برضو ورود، وبتشتغلوا لحد الجزء اللي انتوا محتاجينه. الشال سهل جدا وبسيط وفكرته جديدة، اتمنى يا رب انه يعجبكم.